القاهرة امام فريق الاهلي. باش نكونوا يعني او باش نكون شخصيا امين مع المشاهد الكريم، فالهدف ديال المهرة تيخليك انك تغير التحليل ديال المباراة من تحليل مرتبط ب يعني الطريقة باش يلعب كل لاعب الى تحليل شمولي، لانه يعني الا ركزنا على اللاعبين احنا محتاجينهم في المقابله ديال الاياب اللي ولات مهمه ومهمه جدا وبامكاننا نحافظوا بها على اللقب الافريقي. تصعب انك تهضر على اللاعبين، صحيح انه كانت بعض الامور اللي غنديروا واحد الاشاره خفيفه، ولكن بدون ما ناثروا على اللاعبين احنا محتاجينهم. الان انا غنحاول ندير واحد القراءه عامه على المقابله باش كومسا يعني انه يعني اللاعبين يبقاو في افضل الحالات ديال التركيز. وتنأكد على هذا الكلام هذا لانه الملاحظه على اللاعبين ستؤثر، ما خصش ياثروا على اللعابه لانهم محتاجينهم في المقابله ديال الاياب. المقابله كنت متخوف على انه الفريق ديال الاهلي يسيطر في المقابله وياخذ الكره من وسط الميدان، وهو الشيء اللي وقع لان ما قدرنا شيء اننا نديروا الضغط العالي خليناهم، وبالتالي فاستحواذ على الكره كان بشكل كبير. ولكن بالرغم من ذلك ما كانوش يخلقوا الفرص ديال التسجيل، وكنت نشوف بانه هذاك الطريقه باش نلعبوا ذاك الاندفاع الكبير فيه واحد النوع من المغامره، خاصهم يسجلوا، الا ما سجلوش ممكن ترجع المقابله على الفريق المصري. المحاوله الاولى جات حتى للدقيقه 18 بوسط كهرباء، ولكني مطيع التدخل ديالو كان رائع كما هو الحال في جميع المقابلات اللي قادها مطيع. الاهلي كما قلت بانه كان عباره عن تيغامر، جات الكره اللي فعلنا الحكم على ضربه جزاء هي ما كانتش ضربه جزاء، يعني هذو بعض الحالات. الحاله الثانيه اللي بغاو يطالبوا وحاولوا يديروا الضغط على الحارس، هذوك الجزئيات تنعتبرهم انا من الماضي، لانه اللي تيهمني انا هي ديك جوج واحد هي اللي مهمه. 40 جاتنا الفرصه باش نقتلوا المقابله، مش المقابله ولكن الشوط الاول، من بعد ما جات الكره لعند الجعدي مع التمريره ديال سامبو. صحيح انه الى حنا عندنا حارس مزيان، حتى هما الابن ديال احمد شوبير مصطفى شوبير كان متالق في هذه المقابله هذه واستطاع باش يرقد المرمى ديالو. وقع لنا بحال اللي وقع للرجاء في المباراه ديالهم مع الاهلي. اللحظات الاخيره من الشوط الاول عطات الهدف فيه واحد سوء التمركز، ما نقولش سوء التمركز ديال فرحان وكان الجعدي، بحيث انه بجوج ملؤوا يعني الجانب اللي غيمرر فيه عند اللاعبين، ونساو بانه الجانب اللي مفتوح هو اللي مر منه الكره. خطا في التموضع عطانا الهدف ديال بيرسيتاو 1-0. الشوط الثاني لقينا بانه في اقل من 3 دقائق الفريق ديال الوداد، الفريق ديالنا ضيع جوج ديال الفرص ديال التسجيل. فتظهر لي بانه يعني هاد جوج ديال الفرص كنت نعتقد بانه غتخلي اللاعبين انهم يكونوا اكثر سيطره في المقابله، ولكني ما عرفش يعني خليني نقول لك بانه كره طويله من عند احد اللاعبين، شكون هو اللاعب المصري، خروج خاطئ ديال الحارس، لم تدر بين قوسين خاطئ، بين قوسين ما نعتبروش بانه غنحملوا المسؤوليه، ولكن الخروج كان خاطئ وسوء التموضع ديال اللاعبين عطانا الهدف الثاني. الهدف الثاني فريق ديال الوداد كان مسيطر مني كنا خاسرين بواحد، العكس لما تجينا الهدف الثاني ولات الكره عند المصريين. واش هذا احساس بانه الفريق ولا خايف من هدف اخر؟ ولينا حتى الكره ما كانش عارفين شكون اللي يمكن له يتحكم في الكره بزاف، واش اللاعبين ديال وسط الميدان ولا اللاعب ديال الخط الامامي. المهم بقات المقابله ما بين هدف ثالث باش نكونوا صريحين وبين هدف ديال فريق الوداد، ومن حسن الحظ هو اللي تاح، لانه جات الكره عند يحيى عطيه الله بالحظ، الكره ضربت عارضه، ولكن بقينا ذاك الامل اللي جا به الهدف الثاني هو اللي غادي يكون الهدف الاول ديال الوداد بعد الانسلال الجميل ديال العملود والتمرير ديال الكره. ولاحظوا بان الكره غير المجرى ديالها سامبو، حيت سامبو كل ما غير الاتجاه ديال الكره ما كانش تمشي عند بوهره ضربها بشكل جميل، سجلنا الهدف. ماشي غنقول الهدف ديال التاهل، ولكن ممكن يكون هو الهدف ديال فتح الباب ديال التاهل، لان 2-0 خصنا 3-0 باش يمكن نفوزوا، 2-1 خصك 1-0. اذا باب الامل مفتوح،
ولهذا انا حاولت بغيت نهضر بصفه عامه. المباراه كانت قتاليه، كان فيها اندفاع، كان فيها كل شيء. هذه المقابله هذه غنخليو نمشيو في هذا الاتجاه ديال اننا نعتبروها مقابله ديال الالتحامات، المقابله ديال كل شيء، ديال التخوف، الخوف. وما غنهضروا شيء يعني ملاحظات على الاداء ديال اللاعبين، شكون اللي كان مزيان، لانه صعيب الان في هذه اللحظه تقول شي لاعب ما كانش مزيان او كان ناقص او كان خاصو يتغير. علاش؟ لانه هادو هما اللاعبين باش غيلعبوا المباراه ديال الاياب. اذا المباراه ديال الاياب تتمنى انها تكون بشكل مخالف، وهذا شيء اكيد، لانه خاصها واحد الرزانه، وخاصه يمكن غادي نهضروا على هذه المقابله هذه، خاصها واحد الطمانينه، لان 1-0 يقربك من الكاس افضل بكثير من انه كنا تنبحثوا على 3-0. فتظهر لي نتيجه ماشي نقولوا هنيئا، لا، تنقولوا بانه بوهرة فتح الباب ديال الامل للحفاظ على الكاس. ولاحظتوا بانه المصريين بعد ما انتهت المقابله شفتوا رد الفعل ديال المدرب وديال اللاعبين، تيبان بانه حسوا بانه الى الفريق ديالهم مسيطر في المقابله وانتهى ب2-1، فالمقابله ديال الاياب ستكون صعبه. واللي الجميل في المقابله ضيعنا الفرص بالرغم انه ما كناش مسيطرين على المقابله، وهذا يحسب فريق اللي ما كانش مسيطر ومع ذلك قدر يخلق المجموعه الفرص. النهار اللي غيكون مسيطر ممكن يخلق اكبر عدد من الفرص. اذا باب الامل مفتوح والحظوظ كبرات بالهدف.